أنت شفت مباراة زين، شفت كريستيانو ردة فعل مع الأهداف كقائد فريق. أنا أتكلم، أنا بعطيك وجهة نظري، أثبت لي بالفعل إنه النصر يستحق أفضل من كريستيانو. إنه في حالة الانكسار وفي حالة هبوط المستوى، في حالة التوهان الفني، على الكابتن إنه هو اللي يشد من عزيمة اللاعبين ويخليهم يصحصحون في الملعب. لو شفنا كذا لقطة للاعب واضح جدا يقول أنتم الخطأ منكم، أنتم نايمين، المباراة انتهت وتو مباراة باقي. عدم استلامه للميدالية أنا أشوفه، أنا بالنسبة لي أنا أشوف هروب من المسؤولية. لابد يكون واقف مع الفريق، أنت كابتن. يعني فوق السوء الفني اللي أنا أراه سوء فني عند كريستيانو، سوء إدارة المجموعة. النصر كسب كريستيانو كاسم، لكن على المستوى الفني كعطاء فني، عطاء إداري، أنا مع احترامي مباراة السوبر أثبتت كلامي إنه صحيح. النصر يستحق أفضل من كريستيانو. شوف، أول شيء اللي ينتقد كريستيانو أنا بالنسبة لي ما هو بنصراوي، واللي ينتقد كريستيانو ما أعتقد أنه رياضي، لأنه يبحث عن الشهرة ويبحث عن تسليط الأضواء على نفسه. يعني مثلا الأخوة الهلاليين يبغون ينتقدون كريستيانو ويكررون قصة ماجد عبد الله، وممكن أي شيء يسويه كريستيانو يكبرونه إلى درجة مهولة. يعني مثلا لما جو والله كريستيانو ما راح للمنصة، يا ترى الهلاليين قد سووها أكثر من مرة كانوا صاروا في الوصافة وصاروا في المركز الثالث، بعض نجوم ما حضروا وبعضهم ما جو. فأنت لما يكون من باب العدل أنك أنت إذا شفت الموقف متساوي تعطي رأي واحد، ما تعطي رأيين.